الأهلي والوداد في نهائي أفريقيا 2022 لأول مرة النهائي هيتلعب من مباراة واحدة، والمباراة هتكون على أرض الوداد. عدم التكافؤ دايما هتلاقيه موجود في قارة أفريقيا. لايك وصلى على الحبيب وتعالى نشوف المباراة دي كانت فيها إيه. الوداد أول 10 دقايق ضاغط على النادي الأهلي ودفاع الأهلي بيشيل لحد ما يجي ميبنزا مهاجم الوداد وبيحط كورة صاروخ بتخبط في العارضة. الوداد ضاغط المباراة على أرضهم ووسط جمهورهم وكل العوامل معاهم لحد ما تيجي الدقيقة 15 ويحط زهير المترجي كورة لا تصد ولا ترد في مرمى الأهلي. وعموما الشناوي ما بيعرفش يتعامل مع التسديدات اللي بالنوعية دي. هدف اتكرر في الشناوي بدل المرة 2 و3، والوداد بيحط الهدف الأول في شباك النادي الأهلي والضغط بيزيد أكتر. المدرجات اشتعلت والمباراة بقت شبورة، والوداد مستغل كل الأوضاع للضغط على النادي الأهلي. الأهلي بدأ يروح بأول الهجمات والشحات بيضيع الكرة الأولى. الوداد عرف نقطة ضعف الأهلي وهي التسديد من خارج المنطقة بس بتروح بعيدة. طاهر بيجرب بواحدة بتخبط في رجل المدافع وتخرج بره. ضربة ركنية وياسر إبراهيم بيضيع كرة ما تضيعش، وهدف مؤكد بيضيع على الأهلي كان هيغير كل حاجة في المباراة. وهنا الكرة دي كانت انفراد للأهلي والمدافع وقع لوحده والحكم بيحسبها فاول. الوداد بيرجع تاني بعد ضغط من الأهلي ومبيزا بيحط تسديدة جنب القائم اليمين. الضربات الثابتة للأهلي خطيرة، وطاهر بيحط كرة بالراس جنب القائم بسنتيمترات. التانية من علي معلول بيلفها في المرمى وبيشيلها الحارس، والأهلي يستحق هدف دلوقتي. تسديدة من كرة ثابتة للوداد وبتروح بره، والمباراة بدأت تولع وبيخلص الشوط الأول وبيبدأ شوط تاني. الهجمة الأولى للوداد وبتغطية كارثية من محمد هاني، وبيسجل المترجي الهدف التاني للوداد علشان يصعب المباراة على النادي الأهلي. والأهلي في طريقه إنه يخسر اللقب ال11. جماهير الوداد حاجة مرعبة وأجواء نارية في مركب محمد الخامس. الحكم كانت كل قراراته غلط وتدخل بين لاعب النادي الاهلي والوداد، واليو ديانج هو اللي خد الكرة في الاول، بس برضه الحكم بيدي الاليو ديانج كارت اصفر. قفشه بيرجع وبيحط تسديده سهله في ايد الحارس اللي بعدها كرة صاروخ من علي معلول بس بتروح فوق العارضه. الاهلي ضاغط وكرة ملهاش حل تاني الا الشبكه، بس بتضيع على النادي الاهلي بشكل مهين. كرة تانية خطيره وانفراد من بيرسي تاو وبرضه بتضيع بشكل لا يصدق. وهنا لقطه من جماهير الوداد للقاره الافريقيه. اخر كرة في المباراه وقفشه بيحطها صاروخ عابر للقارات بس بتيجي فوق العارضه، وبيخسر النادي الاهلي اللقب ال11 وبيفوز الوداد باللقب الثالث في تاريخه. لايك واستناني في بطولة الانتقام للنادي الاهلي.